السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة مطبخ سارة، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غنوجد معكم لي شوسون وكذلك واحد الشكل اخر بالعجينة المورقة. العجينة المورقة اللي كنت وجدتها معكم ديجا في الفيديو اللي غتلقاو اللي قبل من الفيديو اللي لحت. هذا الشكل الثاني ديال العجين المورق، الطريقه باش عمرتهم وكيفاش صاوبتهم. الوغ العجين المورق اللي كيكون ديجا قطعته، انا قطعته بهذا الشكل هذا المربع. كتاخذوا جوج قطعات، وحده داخلانيه وحده على برا، اللي غتعطيكم هذا الشكل هذا. صفر بيضه، شويه السوجه، وكنديروا شويه الخل باش ميبقاش لنا الزفر ديال البيض، وكندهنوهم وندخلوهم الفران. هما الاولين هادو غيطيبوا، عاد نعمروهم. هادو عمرتهم بالكروفيت، وهي نخليكم على الفيديو. درتهم انا فوق السيلبات باش يعطيهم داك الشكل ديال السيلبات، وسيكو ما كي تحرقوا لكم والو، كيجيو ساهل انكم تحيدوهم من فوق السيلبات. هنا دا هو الشكل الاول. ندخلوهم لدرجه الحراره 180 درجه لمده ديال نص ساعه حتى ل 35 دقيقه، ونشوف شنو غادي زعما الوقت اللي غادي واحد الفران ديالو، الوقت اللي غادي يطيب ليه. هنا درت فلفله حمراء وخضراء، شويه البوارو او البورو، شويه صوص صوجا، مليحه والابزار، وكنخلط كل شيء وكنخلي الخليط ديالي يطيب وحتى كينشف من هذاك الماء ديالو. وغادي ناخذو الكروفيت. انا عندي هاد الكميه ديال الكروفيت، وغادي نزيدها على ديك الحشوه ديالي كما كتشوفوا في لا فيديو، وغادي نخلطوا كل شيء. وشنو درت انايا؟ ما خليتش ديك الحشوه هكاك باينه، خديتها من بعد ما طابت ليا، زدت انا شويه د المعدنوس، من بعد ما طابت ليا طحنتها في الهاشوار. وكذلك الهريسه كما كتعرفوا، الحوت ضروري كنديروا ليه شويه الحار باش يطلق لنا البنه. فوالا الحشوه ديالنا كي ولات صافي، غادي نزيد عليه هنا دانون مسوس، كيبقى اختياري. انا درت دانون مسوس، ولكم انكم ديروا كريم فريش، الكريم فريش ودانون مسوس. وغادي نزيد هنا الفرماج الاحمر والفرماج الموتزاريلا، وغادي نطحن كلشي في الهاشوار كما كتشوفوا. هنايا عندي فرماج احمر وفرماج الموتزاريلا، شديتهم وطحنتهم كلشي العناصر في الاخر في الهاشوار، وغنخلي جانبا. بالنسبه لي شوسون ديال العجين المورق، هادو ساهلين. خديت غير الموتزاريل والجبن احمر، ودرت ليهم الربيع ودرت ليهم الزعتر، وغادي ندهنهم بالبيض من الداخل باش يتلصق ليا، وغادي نعمر لي شوسون ديالي ونسدهم بالطريقه اللي غتشوفوا في الفيديو. هادو كيجيو فنين. بالنسبه لهادو الصراحه هادو غزالين، ديروهم في البلاطو الملاح، ولا ديروهم مثلا عندكم شي مناسبه، خطبه او بوف او انيفرسير، او لي بوفي اللي كيداروا بوغ زعما البيبي شاور. صافي هنا كنسدوهم وغادي نعاودو ندهنوهم بالبيض، وكنقادوهم بسبيعات، سينو كنقادوهم بشي فرشيطه. انا قديتهم غير بسبيعاتي. صافي هنايا دهنتهم بالبيض وغندخلهم الفران، ندير عليهم شويه ديال الحبه السوداء او البافو او الزنجلان، او خليهم هكاك نتوما على حسب الرغبه ديالكم. دخلتهم تما الفران على مده ديال نص ساعه على 180 درجه. صافي كيجيو الصراحه زوينين وراقيين، والمذاق يا سلام، كيكون داك الفرماج دايب منهم من الداخل. غير هما بالنسبه للطياب ديالهم في الفران العادي نقصوا ليهم البوطه وخليهم يطيبوا على خاطرهم. بالنسبه للشكل الاول اللي صاوبت معكم، هانتوما كتشوفوا كيفاش جا. وغادي نشدهم وكنخوهم من الداخل وكنعمروهم بهذيك الحشوه ديال الكرافات. وهادو هما لي شوسون ديالي بالفرماج، كيجيو بهذه الطريقه هذه، كيجيو زوينين هماويين وشي حاجه بنينه. وهادو ديال الكرافات كما كتشوفوا عمرناهم وزوقتهم بالفرماج، والكرافات خليتهم درتهم من الفوق. هادو راه كانوا شط لي العجينه، وكتشطك العجينه قطعيهم رقيقه كيجيو زوينين. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وغتجربوا هذه الوصفه ان شاء الله. اراكم فيديو قادم باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، وتنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع حبابكم وصحابكم. الى اللقاء.